يا مساء السعادة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا جاي النهاردة عشان انافس التجار واحطم الاسعار. يلا نشجع منتج بيتنا ونوقف حالهم بايدنا. هنوقف حال الجزارين يا جماعة. انا النهاردة هعمل معاكم مكرونة بالبشاميل بس ببديل اللحمة. على فكرة انتوا سمعتوا صح، بديل اللحمة. زي اللحمة بالظبط، مستحيل تفرقيها عن اللحمة، ويمكن احسن كمان. لا انا بصراحة افورت، مفيش حاجة احسن من اللحمة. هي زي اللحمة كده. وكمان هقولك تعملي المكرونة بطريقتين، طريقة كده تكون متماسكة، والطريقة التانية سايحة كده للجماعة اللي بيحبوا الحاجات السايحة زي حالاتي. لو اول مرة بتشوفوني انا رنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة. ويلا حالا نبدأ. صينية على النار، نزلت بمعلقتين من الزيت بس، اسيب الزيت يسخن وهبدأ انزل ببديل اللحمة. حد هيقول لي هو انت هتشتغلينا؟ هو ما هي لحمة قدامنا، هي لحمة ولا مش لحمة؟ دي يا متعلمين يا بتوع المدارس، لا اقسم بالله دي ما هي لحمة. دي قوانص طيور فرمتها عند الجزار. اقول لكم الاول الخطوة اللي انا بعملها دي، وبعدين نرجع لحكاية القوانص. القوانص اللي فرمتها كويس قوي عند الجزار، عملت لها كده صدمة، شوحتها لحد لونها ما اتغير. نزلت بميكس من التوابل، وهو عبارة عن معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، البابريكا، توابل اللحمة والكركم، وورقتين لورا، والملح بقى حسب رغبتك. هقلب بقى التوابل دي وأشوح القوانص الطيور دي المفرومة كويس قوي مع التوابل، عشان ما يكونش فيها أي ريحة زفارة. هنا معايا جزرية كبيرة، بصلتين كبار، قرن شط أخضر، وخمس فصوص من الثوم. هفرمهم في الكبة ونرجع ليهم تاني. نزلت بحوالي معلقتين كبار من الصلصة، دي كانت صلصة كنت أنا عاملاها كده للمسقعة، وزاد منها معلقتين في التلاجة فاستخدمتهم. لو عندك صلصة من اللي بتنشري جاهزة تنفع خالص، ما عندكيش ممكن تضربي مع الخضار ده طماطميتين. وهقول تاني الخضار جزرية كبيرة، بصلتين كبار، قرن شط أخضر، وحوالي خمس فصوص من الثوم. لو عندك فلفل ألوان كمان وعايزين تضيفيه يا سلام، ده يبقى زي ما بيقولوا كده عسل على طحينة. شوحت بقى كده القوانص مع التوابل، وبعد كده نزلت عليها بالصلصة، ونزلت عليها بميكس الخضار البسيط ده كده اللي أنا ضربته في الكبة. وممكن على فكرة ينفع تقطعيه قطع صغيرة بالسكينة. هسيبهم بقى يتشوحوا مع بعض، واسيبهم على نار هادية لحد الخضار والقوانص ما تستوي تماما. بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، بيكون خلاص كل السوائل اللي فيها اتبخرت. ولو لقيتي حاجه بتقرقش يوم، سواء الخضار سواء القوانص، ممكن تزودها كوبايه ميه صغيره وتسيبها لحد ما تستوي تماما. المهم في النهايه كل السوائل اللي فيها تتبخر، ويبقى ما عادش فيها ميه خالص، وبتبقى شكلها زي ما انت شايفه كده. طبعا مستحيل تفرقيها كشكل عن اللحمه، وعايز اقول لك الطعم فعلا ما يفرقش عن اللحمه حاجه، كده تمام، بقول لك ان هي كده يعني. نيجي بقى للمكرونه، ميه كتيره شويه، معلقه ملح، معلقه زيت. اول الميه ما تغلي هننزل بالمكرونه، ده كيلو من المكرونه. بسلقها كده تلات ارباع سوا، بنزلها ناقصه ربع واحد بس. وعلى فكره الميه مش هنرميها، احنا عايزين الميه يا جماعه. بجيب مصفى واحط تحت منها حله او بول او اي حاجه، بحيث ان الميه اللي هتنزل من سلق المكرونه انا عايزاها. وبشطب بقى المكرونه دي بميه بارده من الحنفيه. نيجي بقى للبشاميل. ضفت حوالي كده لتر من الحليب اللي هو اللبن، وضفت حوالي لتر ونص من الميه بتاعه المكرونه اللي احنا سلقنا فيها المكرونه. عايزه اقولك رهيبه للبشاميل. هنزل كمان بسبع معالق من الدقيق اللي هو الطحين، لان انا هعمل صينيتين مكرونه، صينيه اللي هي السايحه النايحه دي، وصينيه متماسكه. نزلت بقى نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من توابل اللحمه، والملح معلقه صغيره. وطبعا الملح في كل حاجه يا جماعه، انتي ظبطي ايدك زي ما انت عايزه. طبعا بقى على نار متوسطة كده باستمرار مع التقليب لحد البشاميل ما يبدأ يلف. ضفت هنا معلقة من الزيت ومعلقة واحدة من السمنة الفلاحي. لو ما عندكيش سمنة فلاحي يبقى كفاية معلقتين من الزيت. المهم معلقتين مادة دهنية، وده كل المادة الدهنية اللي انا بضيفها على البشاميل. تخيلي البشاميل معلقتين بس من المادة الدهنية سواء سمنة او زيت. نزلت كمان بورقتين لورا، بتدي طعم للبشاميل تحفة يا جماعة. دايما على فكرة افضلي قلبي علشان ما يحصلش تكتلات في البشاميل، من غير بقى ما اصفي البشاميل، ومن غير خلاط، ومن غير اي حاجة، من يبقى قوامه كريمي كده، عامل زي المهلبية الخفيفة شوية. تاخدي بقى اظبط وانجح بشاميل ممكن تعمليه تحفة. تتأكدي ان هو صح بالمغرفة كده، تشد ايديكي بتلاقيها عملت علمت خط زي ما شفت كده. ده البشاميل الصح وقوامه مظبوط 100%. لما البشاميل اللي بيكون تقيل قوي بيبقى بصراحة غلس قوي في الاكل. جبت بقى الصينيه الاولانيه اللي انا هعملها متماسكه، ضفت حوالي مغرفتين كده من البشاميل، طبقه من المكرونه. حاولوا ما تخلوش المكرونه كتير، يعني طبقه كده مناسبه. طبعا كلكم بنوتات عسلات كده وعارفين الحاجه المظبوطه.
كمان مغرفتين كده من البشاميل، عايزينها متماسكة، ما تخلوش البشاميل زيادة اوفر، يعني يكون وسط كده بالحكمة. طبقة من قوانص الطيور. ونرجع تاني يا جماعة لقوانص الطيور. انا بحوش القوانص، يعني كل ما يكون عندي فراخ، عندي بط بشتريه او انا حتى مربيه في البيت، كل ما اذبحها او بشتريها بكيس كده في الفريزر وبحط القوانص فيه، احط القوانص فيه لحد ما تكون كمية محترمة كده، باخدها عند الجزار، لان المفرمة بتاعتي ضعيفة. لو انت المفرمة بتاعتك او الكبة بتاعتك قوية يبقى تمام، افرميها، المهم تكون تفرميها ناعم، وتستخدميها بقى في مكرونه بشاميل، في رقاق، في جلاش، في عيش بلحمه. بصراحه تحفه بجد، ما تفرقش ابدا. او لو مش بتشتري طيور، ممكن تشتري من عند البياعين بتوع المحلات بتاعه الطيور، بتشتريها ايه عادي. المهم حطيت كمان طبقه بقى من المكرونه، وطبقه فوقها من البشاميل. دي هتبقى الصينيه اللي هي المتماسكه. اما بقى الطريه الجوزي اللي بقى بحالها بتبظ كده بشاميل، حطي بقى، بصي زي ما بقول ايه، حطي وكتري، بلاش تستخسري. شوفوا لو تلاحظوا زودت كميه البشاميل، ده بقى بتكون طريه، وتحس كده ان هي سايحه ونايحه كده في بعضها. وانا عن نفسي بعشق نوع المكرونه ده، بس انا حبيت على فكره اجرب معاكم للاتنين، بحيث اللي بيحب المكرونه السايحه واللي بيحبها متماسكه. حطيت بقى كمان طبقة كده من القوانص، لان الكمية اللي انا استخدمتها كانت حوالي نص كيلو، وعملت بها الصينيتين، لان الصينيتين دي صغيرين مش كبار. طبقة بقى من المكرونة، وحطي بقى وتوصي، حطي وكتري، بلاش تستخسري. كمية كده محترمة من البشاميل عشان تكون طرية، وعايزاها تكون سايحة ونايحة كده، كليها وهي سخنة. اما المتماسكة يا جماعة بتسيبها لحد ما تبرد، تكون يدوب دافية بس كده، وتبدأي ان انت تقطعيها خرط لو عندك عزومة او عندك حد. وهدخلها بقى الفرن في الرف اللي في النص، تاخد يدوب تبدأ في الغليان كده، وبعد ايه ولونها يبدأ ان هو يحمر، هبدأ اطلعها من الفرن واحط لها طبقة من الموزاريلا، الجبنة الموزاريلا. طب مش عايزة تضيفي موزاريلا، يبقى بيضة نضربها كده بشوكة بشوية فلفل اسود، وبنحطها على الوش، بس قبل ما تدخل الفرن البيضة يا جماعة، قبل ما تدخل الفرن. لكن لو جبنة دخليها الفرن الاول 10 دقايق كده، وبعدين طلعيها وحطي لها الجبنة الموزاريلا. دي اللي هي الصينية السايحة، برضو دخلتها الفرن يدوب بدأت تغلي كده، وقعدت حوالي 10 دقايق، طلعتها ورشيت عليها رشة جبنة موتزاريلا. وده كده حاليا اللي انتوا شايفين قدامكم ده بعد ما استوت. بزينها كده برشة من الكزبرة تكسر اللون بتاعها، الكزبرة الخضراء سايحة ونايحة، وريحتها كانت قلب البيت بجد، ريحتها فظيعة. دي بقى الصينية المتماسكة بعد ما اخدت لون كده، وبتفضل في الفرن يا جماعة حوالي من 15 ل 20 دقيقة. ده عشان صواني بايركس حطيتها في الرف اللي في النص، شغلت من فوق ومن تحت. اول ما بدأت تاخد لون من فوق طفيت من فوق، ورشيت عليها رشة جبنة موتزاريلا، ودخلتها الفرن تاني. وبعد ما تستوي بشغل الشوايه اديها اللون اللي انا بحبه. وبكده فيديو النهارده انتهى، اتمنى ان هو يكون عجبكم. ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات بتتابعوني من اي بلد وايه رايكم في فيديو النهارده. اتمنى السعاده والتوفيق للجميع، والسلام عليكم.